طيب يا حبي، في الأول كده ما تنساش تصلي على النبي، ولو أول مرة تشوفني انزل اعمل اشتراك ودوس لايك. مش هتخسر أي حاجة. تمام، ويلا بينا ندخل في الفيديو بسرعة. طيب، الشرح النهاردة عن إضافة ميزة الدايناميك ايلاند، تمام، اللي هي بتاعت الايفون 14، تمام، اللي هي بتظهر هنا كده. تمام، أنا جايب لك النهاردة أفضل تطبيق لتشغيل الميزة ديت، تمام، وبتفاعل برضو معاك يعني. لو مثلا انت مشغل موسيقى برضو بيظهر لك هنا. تمام، لو مثلا حد بعت لك رسالة ممكن تضغط عليها وتدخل من هنا برضو. تمام، يعني هو أفضل تطبيق الصراحة، يعني جربت يجي أكتر من 15 تطبيق. تمام، ده أفضل واحد فيهم. وبلس كمان التحميل هيبقى من ميديا فاير مباشر. تمام، هندخل كده على جوجل كروم. ثواني. تمام، ديت صفحة ميديا فاير التحميل. ثواني، فين إضافة ميزة الديناميك؟ أهو. تمام، هيبقى بالاسم دي كده. لسه محدش حمله عشان أنا لسه رافعه أصلا دلوقتي. أفضل تطبيق لتشغيل ميزة الديناميك. تمام، هسيبلك التحميل مباشر، هتعمله تثبيت كده عادي. تمام، والبرنامج يعني مساحته حوالي تمانية ميجا. تمام. إيه ده، هو نزل؟ بس... لا، لسه منسجلت واحدة دي. تمام اهو، حوالي 8 ميجا و37. تمام، يعني مساحته بسيطة. تمام، مش هتحتاج برنامج فك ضغط علشان تثبته. تمام، بيثبت عادي خالص. تمام، نعمله تثبيت، والبرنامج من غير باسورد ومش رابط مختصر زي ما انا وريتك. تمام، هتشوف بقى دلوقتي شكل البرنامج لما نشغله. تمام اهو تثبت. هنعمل تام كده ونطلع من هنا. ثواني اهوت. بيظهر عندك بالشكل دي كده. تمام، تدخل انت عليه. تمام، بيجيلك هنا جزيرة الأخطاء يعني أذونات يعني بتاعته. تمام، بتفعلها من هنا وتعمل يوافق على، وتروح دايناميك ايلاند. تمام، وتفعلها وتعمل موافق وترجع. تمام، ظهرت اهي. هنظبطها احنا دلوقتي، تقدر تظبطها زي ما انت عايز. تمام، وتفعل الخيار التاني، تعمل يوافق. تمام، وتلاقيها هنا وتروح جاي فاعلها وسماح وترجع. تمام، اعمل التالي بقى. تمام، هي ديت بقى الاعدادات بتاعتها. تمام، هوريك كل حاجة فيها دلوقتي بالظبط. تمام، هي كده ظاهرة عادي خالص. تمام، هنا البطارية اهي. تمام، نظبط بقى الإعدادات براحتنا زي ما احنا عايزين. خالد قوم اقف مع الصنايعي خلي ايدك معاه. ايوه رحت تمام، هيجيلك كلام كده هتخطاه. تمام، هنا أول حاجة ديت الميزة نفسها. تمام، بتفعلها من هنا. لو عايز تلغيها بتلغيها عادي. نيجي هنا تمكين القائمة الذكية. ديت بتبقى قائمة هنا كده اهي. تضغط عليها بتبدأ بقى اللي انت تحط مركز تحكم. ثواني. تضغط عليها مش ينفع المسه. تمام، تبدأ انت تحط مركز التحكم اللي هي مثلا الواي فاي، بلوتوث، الداتا، الموقع، حاجات زي ديت، والتطبيقات وجهة اتصال. هنحطهم ازاي؟ هتضغط على الزيت اللي جنب مركز التحكم ديت. تمام، بيظهر لك هنا الحاجات اللي انت ممكن تحطها. تمام، ولكن هحط الواي فاي والمصباح. تمام، والرينج والداتا. تمام، وحط مثلا الساعة برضو. تمام، انت بتختار اي حاجة، ممكن تختارهم كلهم براحتك. ونحط مثلا السكرين شوت وحط سيتي. تمام، دول اللي انا بحتاجهم يعني، وتعمل موافق. تضغط عليها هتلاقيهم ظهروا لك هنا كده. تمام، طب عايز تضيف بقى تطبيقات، هتضغط على الذات بتاعة التطبيقات برضو. وهنا هيظهر لك كل التطبيقات اللي انت عايز اللي على تليفونك يعني. تمام، انت بقى بتبدأ تضيف كل التطبيقات اللي انت عايزها، ولكن هضيف الاي بي كي والواتس. تمام، ونضيف مثلا جي تي ايه والواتس ام بي. هوريهولكوا دلوقتي برضو. والام تي طبعا. ومثلا نضيف بابجي سي في يو ام. ونضيف سنوفلي. تمام، ونضيف اليوتيوب.
تمام، دول اللي انا بحتاجهم يعني. خالد قوم اقف مع الصنايعي خلي ايدك تمام، معاه. الاعلان ده لازم والانبوبه تتخطاه عادي هتغيرها. خالص. لو شفت بطاقتك رجعها مورو. تمام كده، تضغط عليها بقى تاني. بيظهر لك التطبيقات اهيت، ممكن تدخل على اي واحد منهم عادي خالص. تمام، تضغط على التطبيق اللي انت عايزه بيدخلك عليه عادي خالص. تمام، هو دي الواتس بتاع MP اللي هو بتاع الايفون. تمام، واتس جامد الصراحة. هنا خيارات في كل مميزات البلس الصراحة. تمام كده، احنا ضفنا تطبيقات ومركز تحكم. من جهة الاتصال برضو، ثواني، يتطلب إذن، بتبدأ إن أنت تعطيله الإذن ده، دي من الإعدادات. تمام، بس أنا مش بحب أضيف أصلا جهات اتصال، فمش ضروري يعني. تمام، بعد كده هنا لون النص، دي لون النص اللي بيظهر. تمام، بيظهر مثلا هنا وأنت مشغل موسيقى بيبقى ناو، وبيبقى الناو ده بتبقى بالأبيض. تمام، فسيبها أبيض أحلى. هنا موقف الكاميرا ممكن تعمله يسار، يقف هنا كده. تمام، وممكن الصحيح اللي هو على اليمين يعني، بس أحلى أنت تسيبه في النص وخلاص. تمام، وهنا عداد الكاميرا. تمام، ديت المقاس بتاعها يعني، ممكن تعملها 3 بس هي 1 مظبوطة يعني، أفضل حاجة. وهنا الهامش العلوي، تمام، اللي هي تبقى قريبة من أعلى التليفون، ممكن تنقصه كده هتلاقيها لزجت في التليفون. تمام، وهي ديت أفضل حاجة يعني، ممكن تزوده برضه لو أنت عايز براحتك. تمام، بس أنا بحبها كده فهسيبها كده وخلاص. هنا الهامش الأيمن دي اللي هو الفرق بين القائمة الذكية أو الديناميك ايلاند. تمام، الفرق اللي هو ده. تمام، بعد كده الارتفاع اللي هو ارتفاع الديناميك أصلا، بصوا بيزيد كده وممكن انت تنقصه برضو. تمام، هو أحلى درجة 30. تمام، بيخليها واقعية أكتر يعني. وهنا تفعيل التوهج اللي هو بيبقى حوالين ديت كده، يعني مثلا بص ديت الدواج اهوت متفاعل. تمام، نلغيها ونزود التوهج، مش بنعمل. لو انت عايز تلغيه بتلغيه كده، انما افعله عادي يعني. تمام، وهنا ده عرض التوهج، يعني مثلا ممكن تعمله اكتر حاجة 5، تنقص بيزيد كده، بس يعملوا 3 وخلاص يعني ايه، بيبقى واضح احلى. تمام، وهنا دي الالوان بتاعت التوهج تقدر تغيرها زي ما انت عايز. وهنا اظهار الرسوم المتحركه للموسيقى هوريها لك دلوقتي. وهنا ديت لو انت عايزها تظهر على شاشه القفل. تمام، يعني بص لك في التليفون كده. تمام، بتلاقيها ظاهره اهي، تبدا ظاهره عادي خالص يعني. خالد تمام، عملت شاي الله للسباك؟ يخرب بيت خلاص ما الاعلانات عملتش دي. لبابا؟ ايه السكر بقى؟ لو شفت بطاقتك رجعها مورو. تمام، الحياة محتاجة طاقة. يعني هي بتظهر بره على شاشه القفل، لو انت عايز تلغيها بتلغيها كده عادي خالص. تمام، بس سيبها يعني مش مهمه يعني، براحتك. تمام، وهنا عرض في وضع ملء الشاشة، يعني مثلا لو انت بتلعب زي GTA أو بابجي تبقى ظاهرة يعني، لو انت عايز تفعلها فعلها، لو مش عايز سيبها. وهنا إخفاء في الوضع الأفقي. تمام، فعلها أو سيبها براحتك برضه. هنا ديت لو حد اتصل عليك، تمام، بنمط الانفون، تمام، فعلها. وهنا ديت خلفيات برضو، يعني تقدر تختار الخلفية اللي انت عايزها، وليكن هختار دي. خالد الله يخرب بيت عملت شاي الإعلانات. للسباك؟ لو شفت تمام، بطاقتك واعمل اكس، بتلاقي الخلفية بتبدأ تتحمل معاك كده عادي خالص، وبتثبتها. طيب يبدو ان هو في مشكلة في النت. تمام، فالخلفية مش هتتحمل، فمش مهم يعني. وهنا حط تطبيقات لإيقاف العرض. تمام، دي كله خلفية، ممكن تحط خلفية من الجهاز برضو عادي. تمام، هنا أكثر دي تطبيقات يعني زيها. يا لهوي. تمام، هنا الباقي دي كله مش له اي لازمه. تمام، هو الاول دي بس هو المهم. تمام، ممكن تضغط هنا برضو، والخلفيات اهي. تمام، نختار ديت مثلا، بيجي لك هنا خلفيات اهيت، وليكن عايز ديت. كل حاجه 5 ثواني اعلان ليه تمام، واعمل اكس. بتبدأ تتحمل كده، تقدر ان انت تنزلها بقى من هنا او تعملها صح من هنا، يعني تتعين اعملها صح. تمام كده انا عملت، ممكن تطلع كده
هتلاقيها اهي اتغيرت عادي خالص، يعني في خلفيات جامدة يعني. تمام، تقدر تختار انت اي خلفية. خلاص انا مش عايز حاجة من التطبيق كده. تمام كده دي كل اللي فيه. ثواني نشغل مثلا اغاني علشان بص لحظة. تمام اهو. علشان الانيميشن بتاع الموسيقى يظهر هنا لازم تلغي تمكين القائمة الذكية، لازم تلغيها علشان يظهر اللي هي النمط المتحرك. تيجي تفتح كده موسيقى. تمام اهي. ناو ناو ديت تقدر تغيرها. ثواني هنغيرها عادي خالص. يا لهو. تمام اهي. مثلا عايز انت تغير اللون بتاع كلمة ناو، بتيجي على لون نص العنوان وبتبدأ تختار أي لون أنت عايزه كده وتعمل يختار. تمام اتغيرت اهي. مثلا وليكن خليها أبيض وخلاص أحلى. تمام لو أنت عملت تمكين القائمة الذكية هتلاقيها كده، والنمط بتاع الموسيقى مش هيشتغل. تمام اللي هو ظهر الرسوم المتحركة الموسيقى مش هتشتغل، فالغيها زي ما انت عايز. انما القائمة الذكية احلى، يعني ممكن توصل لكميات تطبيقات في ثانية، يعني احلى حاجة. تمام كده الفيديو يكون خلص. ودي افضل تطبيق الصراحة بيتفاعل مع التليفون يعني بشكل رهيب يعني. تمام فما تنساش بقى ان انت تكتب اي حاجة في الكومنتات، واكتب عايز إيه الفيديو الجاي. تمام وبس كده، سلام.